ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى من الله ان تكونوا بخير، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا لنا زر الجرس ليصلكم باذن الله تعالى كل ما هو جديد. اهلا وسهلا بحضراتكم في اخبار اليمن مباشر اليوم، والى حضراتكم ابرز واهم العناوين. عاجل اليمن احراق تريليونين ريال الان. حيال معالجة قضية فقدان الريال اليمني نسبة كبيرة من قيمته أمام سلة عملات متداولة في السوق اليمنية وأبرزها الدولار الأمريكي والريال السعودي، الوضع لم يعد يحتمل تشكيل لجان وبرامج وخطط وألخ. في الوقت الراهن الحل العاجل لتدارك الوضع يتلخص في التالي: قيام الحكومة معين عبد الملك بحرق تريليونين ريال من الفئات النقدية المطبوعة حديثا، والإبقاء على تريليون و500 مليار ريال فقط كدورة نقدية. إجراء حق التريليونين ريال سيعتبره كثير ضرب من الجنون، ولكنه الحل الأسرع والناجح لتفادي توالي فقدان الريال قيمته، فبهذا الإجراء سيستعيد الريال ما يقارب 30 ل 50% من قيمته المفقودة، ونتائجه ستدوم، ومعه لن يتطلب الأمر وديعة ببساطة الإبقاء على 10 من ذكور البقر صيران داخل مزرعة لا يتوفر فيها سوى 4 إناث من البقر، يتسبب في تدمير المزرعة. أتمنى من الله لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.